السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم من جديد في القناه تاعنا. ما تنساش خوتي جام الاشتراك في القناه كما العاده. خلونا نشوفوا كل جديد وكل حصري لاتحاد العاصمه. اليوم راح نحكوا على التشكيله المحتمله اللي عبد الحق بن شيخه ضد الفتح الرباطي اللي راح يدخل بها ان شاء الله. اليوم نبداو على بركه الله خوتي. في حراسه المرمى عندنا كما العاده اسامه بن بوط، والان نروحوا للدفاع خوتي. كما العاده عندنا رضواني، زين الدين بالعيد، وعندنا ادم عليلات، وعندنا نبيل العماره. الدفاع ما كانش يخرب فيه خوتي، هذا هو. ونروحوا لوسط الميدان خوتي، وهي الحاجه الاساسيه في اللعبه. نبداو خوتي اسامه شيتا وسيكو كوناتي، وعندنا ابراهيم بن زازا. مام الشوط الثاني خوتي في وسط الميدان عندنا الحلول، وعندنا الحلول بزاف خوتي. نروحوا للهجوم خوتي، عندنا خالد بوسليو، عندنا كانو، وعندنا تومي. كما شفتوا خوتي هذه هي التشكيله اللي عجبتني انا شخصيا، وكل واحد والراي تاعو خوتي. والشوط الثاني راح تكون كاين حلول وبدائل روعه ما شاء الله. كاين آية الحاج، كاين مبارك، كاين بالقاسمي. هذو حلول خوتي في الشوط الثاني. خلونا الراي تاعكم خوتي في التعليقات، اسكو التشكيله عجبتكم ولا لا. المهم خوتي لحقنا لنهايه الفيديو. ما تنساش جام اشتراك في القناه كما العاده خوتي. خلونا نجيبوا كل جديد وكل حصري لاتحاد العاصمه. ان شاء الله مربوحه لاتحاد العاصمه، وان شاء الله يقدموا مباراه في القمه مربوحه.